بتقول في الاول الواحد اتكلم يعني دستور مصر الثوره، مشكله مسار، مشكله منتوج يعني. بعد كده قلت يعني هل هو ما حدث في مصر ثوره بالفعل؟ يعني سيبنا من التعريفات الاكاديميه للثوره اللي هي اسقاط نظام يعني وانشاء نظام اخر بعقد اجتماعي جديد يحقق ويثبت فيه اهداف هذه الثوره. يمكن ده ما حصلش قوي، لكن الحقيقه المسار السياسي موجود، لم يكن فقط يعني لم تكن مشكله الدستور مشكله منتوج، لم تكن فقط مشكله ان لم يحدث توافق حقيقي. زي ما قلنا ان الدستور او كوثيقه هي عاكسه لوجود التوافق وليس المنشأ فيه. في بعض الناس تتخيل ان العقد الاجتماعي والسياسي بتفسره تفسير سطحي مباشر اللي هو الوثيقه اللي بتكتب، الاحبار اللي بتكتب وصيغات. لا، مش صحيح. هي دي بيسموها كوديفايند كونسنسس. لازم يكون اصلا في عقد اجتماعي وسياسي ناشئ في توافق ما بين الجماعات والمجاميع الاساسيه الموجوده في هذا الوطن على هويه البلد، على دورها في الاقليم، دورها في الوجود اصلا، على ثوابت سياستها الخارجيه والداخليه. على هذا العقد بيتم انشاء مؤسسات الدوله نفسها. وبعد ذلك بعد ما ينشا هذا العقد الاجتماعي يحدث هذا التوافق، يترك الباب بقى للاختلافات الايديولوجيه والبرامجيه والاستراتيجيه ان هي تتنافس فيما نعلمه على حيازه مصادر السلطه. في خلط شديد الحقيقه بالذات في شعوبنا، لان احنا بقالنا فتره طويله على الاقل 60 سنه لم ناخد تجارب ديمقراطيه حقيقيه. في خلط ما بين الدوله والحكومه. ولذلك في خلط ما بين طريقه انشاء الدوله وطريقه انشاء الحكومه. الحكومه في اي مكان في الدنيا لها مساحه معينه، حدود معينه في تغيير السياسات وتغيير الافراد وتغيير النظم. صح؟ ولكن الدولة نفسها هي الجهاز المهني والمدني والأجهزة السيادية الموجودة في الدولة التي المفترض غير خاضعة لهذا المنتوج الانتخابي اللي بيحصل في انتخابات البرلمان أو كذا. انتخابات البرلمان بتتنافس فيما بين القوى السياسية على من يأخذ مصادر السلطة وشكل الحكومة، ولكن هذه الحكومة لا تستطيع تغيير الدولة. من يحدد الدولة؟ العقد الاجتماعي والسياسي. بل عندنا سلطة أصلا كاملة وهي سلطة قضائية. هي بتيجي بالانتخاب. لا، طب ما ايه شرعيتها السياسيه؟ شرعيتها السياسيه ان القواعد المنشئه لهذه السلطه السياسيه موجوده فين؟ في العقد الاجتماعي. اللي هو بيتجلى كصياغه حرفيه في الدستور. طبعا احنا عارفين ان في بلاد كتير يعني بريطانيا مثلا ليس لها دستور. لكن هناك عقد اجتماعي وسياسي مستقر بقى القوة. الشاهد في المساله ان هو اولا العبره مش الوثيقه نفسها، لا، العبره فهل فعلا حدث توافق اجتماعي حقيقي؟ وهل هذا التوافق حدث يعني نتاج حوارات فعلا معمقه ما بين القوى السياسيه ولا لا؟ النقطه الثانيه ان سبيل انشاء الحكومه التي يعني تتحرك على السلطه ولها الحق ان تجعل السلطه كلها يساريه او يمينيه او اخوانيه، ده سبيل مختلف عن سبيل انشاء الدستور. سبيل انشاء الدستور بكل الاليات المختلفه دي لابد ان هي تعبر عن قضيه هامه جدا. لا دستور الا ان يصنعه توافق وطني. ولو بتحكي عن دستور في بلد قامت بثوره، المفروض ان هذا الدستور يعبر عن الاهداف الاساسيه التي قامت لاجلها الثوره. يضمن بالفعل التحول الديمقراطي والديمقراطيه. يضمن وينحاز بوضوح للعدل الاجتماعي. ينحاز كذلك للاستقلال الوطني. هذه الاهداف الاساسيه والواجبات التي قامت ودفعت يعني الثوره انها تحصل، وفقد نظام مبارك شرعيته السياسيه والواقعيه لان هو عاكس هذه القضيه في دوله يعني عانت من حكم استبدادي كبير. المفترض ان المرحله الانتقاليه هذا بيؤسس في عقد اجتماعي وسياسي المفروض تعيد فيها هيكله مؤسسه الدوله، صح؟ لان مؤسسه الدوله دي مشكله كبيره، يعني مؤسسات فاشله ومسيسه بسبب نظام الاستبداد. هتعيد هيكله تحت اي قياده. تكون قياده وطنيه. ليه؟ لان هذه المؤسسات لو تم اعاده هيكلتها تحت فصيل واحد ماسك السلطه التنفيذيه، ايه اللي هيحصل؟ سيتم تاسيسها. خصوصا ان في بعض المؤسسات بالذات زي المؤسسات الامنيه والمؤسسات العسكريه اصلا فيها مشكله طبيعيه لا يمكن التعامل معها وفرض الهيمنه المدنيه والسياسيه عليها الا عن طريق فعلا توافق وطني حقيقي. لان هي نفسها بتخشى وبعض خشيتها مشروعه ان هي تخشى اذا تم اعاده هيكلتها في ظل سيطره فصيل واحد ان هي بالفعل يتم تاسيسها اختراقا من هذا الفصيل. الحقيقه يمكن حتى كمان الفصيل السياسي الموجود عنده احيانا بعض التحيزات التي قد نرى انها تختلف مع اهداف الثوره الاساسيه في مساله الديمقراطيه.
في مساله ان هو يعني يجمع ما بين العمل الدعوي والحزبي والتربوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والخيري والمهني في بوتقه واحده، وهذا لا يقبل النظام الديمقراطي. فيما ان هو يعني في مساله العدل الاجتماعي، الحاجه الغريبه لما الواحد يقرا ادبيات، يعني في عرف سائد او في كونسيبت سائد ان هو يعني الاسلاميين هم اقرب لليمين الاقتصادي. الحقيقه ده مش دقيق قوي، لان هو لو واحد يقرا الادبيات الاولى للاخوان يجد ان في انحياز كبير جدا لمساله العدل الاجتماعي، مثلا رساله الاستاذ البنا مشكلات النظام الاقتصادي في الاسلام، كتابات سيد قطب العدل الاجتماعي في الاسلام، معركه الاسلام والراسماليه، كتابات الشيخ الغزالي، كتابات حتى عبد القادر عوده، وهو كان من ضمن احد اللجنه التي انشاها عبد الناصر في 54 لانشاء المسوده. عبد الناصر اللي هو كان عدو اساسي للاخوان عمل لجنه بالفعل لصنع الدستور بشكل تنفيذي لم تنتخب من الشعب، ولكن هذه اللجنه كان عباره عن 50 واحد شمل كل اطياف المجتمع وانتجت افضل وثيقه دستوريه في التاريخ الدستوري المصري، وكان طبعا عبد الناصر اعترف فيما بعد. لكن الشاهد في المساله ان فعلا الفصيل نفسه في اشكاليه حتى في الحيز السياسيه نفسه، فضلا خطوره سيطره اي فصيل كان فيما يتعلق بالمرحله المنتقليه، حتى في موضوع الاستقلال السياسي الوطني، دي اللي احنا حاسين بيه الان في غزه. مشكله كبيره الحقيقه، لان هو بلد زي مصر كانت منذ اخر السبعينات يعني تحت سيطره مباشره وتغيير الرؤيه السياسيه، بدل ما كانت رؤيه يعني ترى قضيه التحرر وترى دور قائد الوضع العربي بغض النظر عن استبداد النظام الناصري وكثير من فشل الوظيفي، لكن في اخر السبعينات تم تحويل هذه الرؤيه السياسيه. اصبح هناك تبعيه شبه مطلقه على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري للامريكي، ووظيفه استراتيجيه تقوم بها حتى في الاقليم لصالح هذا المحور. الحقيقه لما تيجي تقوم ثوره فانت محتاج انك تعيد هذه الرؤيه السياسيه، ودي اخطر حاجه. لكن كيف تعيد هذه الرؤيه السياسيه؟ هل فجاه تقطع؟ هل المعركه مع الاسرائيلي والامريكي على نفس الدرجه من الحديه والصفريه؟ مش صحيح. يعني في ملفات معقده الحقيقه لابد ان هي ترتب. اول حاجه ايه هي الثوابت الخارجيه في هذه العلاقه، ثم بعد ذلك بتجد الشركاء السياسيين عندهم اختلافات استراتيجيه في كيفيه بالفعل ضبط العلاقات الخارجيه. الشاهد في المساله لما تيجي تضع هذه الثوابت اولا تعرفها ثم تفاوض عليها القوى الخارجيه، انت هل تعمل كده وانت فصيل في الدرع؟ ولا لابد ان يكون فعلا في دوله وراها حاله شعبيه وحاله اجماع سياسي وشعبي؟ النقطه الثانيه، لان انت لو فصيل في الدرع وتتفاوض مع الامريكي وتديله تعهدات على كامب ديفيد وشكل العلاقه وحتى الادوار الايجابيه اللي ممكن يقوم بها الفصيل السياسي ذلك في المستقبل من استيعاب حماس وتكوين حائط صد سني امام ايران، هذه التفاوضات اللي بتحصل بين هذا الفصيل هي تفاوضات مؤوله، لان هو خضوع هذا الفصيل وامكانيه خضوع الملفات الترغيبيه والترهيبيه للامريكي اكثر بكثير جدا من يكون في مؤسسه الدوله. ودي برضه مشكله ثالثه حتى في سلوك السياسي والخارجي للاخوان المسلمين.